السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقات سيمانة الامتحان الوطني، مخلوع من القصة القصيرة وكتحس راسك ضايع وما عارفش منين تبدا. حبس كل شيء، طفي التلفازة، حط التليفون من غير هاد الفيديو وجبد ليا ورقة وستيلو. هاد الفيديو راه ماشي درس عادي، هاد الفيديو اللي غنقدم ليك راه قنبلة غادي نعطيك فيه اللب والخلاصة والقوالب اللي عمر شي واحد عطاهم ليك بهذه الطريقة، لا في القسم ولا حتى في السوايع. اليوم غنعطيك الساروت اللي غتدخل به الامتحان الوطني وانت ضاحك، وغتجاوب وانت مرتاح، وغادي تدعي معايا نهار الامتحان ونهار تشوف النتيجة في الورقة. فيالله وجد ليا واحد الستيلو وورقة قدامك ويلا نبداو على بركة الله. خاصك تعرف ولدي أن أول حاجة غتلقاها في الامتحان في اللغة العربية إلا تحطت لك قصة، راه أول سؤال غتلقاه هو تأطير النص، بمعنى أن هذا كيطلب منك كتابة مقدمة. فالقالب هنا اللي غنقول لك أنه ما ديرش فيها بطال وتحفظ لي 10 ديال المقدمات، مقدمة وحدة جوكر كافية باش تاخذ النقطة ديالك كاملة. المقدمة ديالك خاص يكونوا فيها 4 ديال الحوايج ما تزقلهاش. غتقول لي شنو هما استاذ هاد الحوايج؟ انا غادي نقولهم لك. اولا الظهور، امتى بانت لينا القصه؟ بانت طبعا في بدايه القرن العشرين. العوامل، علاش بانت القصه؟ بانت بسبب ظهور الصحافة والترجمة والاحتكاك بالغرب والتحولات الاجتماعية. الرواد ديال القصة شكون هما؟ حط لي يا ولدي واحد 3 تسميات تقال في مجال القصة، بحال محمود تيمور، يوسف إدريس، ومغربي بحال محمد زفزاف وإدريس الخوري. ومن بعد ما تطرح الاسئله ديالك غادي تدوز ليا الفرضيه، وهنا فين كاين السر، بزاف كينساوها. كتقرا العنوان والسطر الاول والاخير وكتقول انه من خلال المشيرات السابقه نفترض اننا امام قصه قصيره ستعالج موضوع كذا وكذا. ومن بعد ما كنساليو السؤال الاول ديال المقدمه، كندوزو مباشره كنلقاو وراه واحد السؤال اللي هو مهم بزاف، اللي هو تلخيص المتن الحكائي، بمعنى المضمون علاش كتهضر لينا القصه. والقالب الخطير اللي غنقول لك هنا ولدي ان المصحح راه ما باغيكش تعاود تكتب ليه القصه كامله. المصحح باغي يشوف واش انت فهمتي الفيلم ولا لا. شنو غادي دير؟ غتجاوب على واحد 3 ديال الاسئله في 4 أو 5 ديال الاسطور فقط. شنو هي هاد الاسئله اللي غادي تجاوب عليها؟ غتشوف شكون هو البطل ديال هذه القصه، وشنو دار هذا البطل بمعنى الحدث الرئيسي، وكيفاش سالات القصه. ما تدخلش في التفاصيل الجزئيه، اعطينا غير الزبده. بحال الا كتعاود لصاحبك واحد الفيلم تفرجتي فيه البارح خفا زربا، يعني ركز ليا على شكون هو البطل ديال هذه القصه واشنو دار هذا البطل وكيفاش سالات لنا القصه. فقط 4 الاسطور او 5 ما تعداهمش. ودابا ولدي وصلنا للوحش اللي كيخلع التلاميذ، وهو الخطاطة السردية، وهي راه اسهل ما يكون. تخيلها بحال شي دروج. الخطاطة السردية راه كتكون من واحد العناصر مهمة اللي هي وضعية البداية والعنصر المخل وتطور الأحداث وعنصر الانفراج ووضعية النهاية. غتقول لي كيفاش غنديروا ليها استاذ؟ يلا تبع معايا. وضعية البداية راه البطل جالس مع راساتو، الامور هانيه والجو زوين، حاله ديال الهدوء. من بعد منها كننتقلوا للعنصر المخل اللي هو الحدث الطارئ. غتضرب يد على يد بوم، يعني بمعنى راه شي حاجه وقعات خربقات ليه داك الهدوء اللي كان عايش فيه، تلف ليه بسطام، طردوه من الخدمه، مات ليه شي حد. هذا هو اهم عنصر في القصه. ومن بعد كننتقلوا لتطور الاحداث اللي هي العقده. هنا كنشوفوا ان البطل كيحاول انه يحل المشكل، كيمشي كيجي كيتعصب. ومن وراها غندوزو العنصر الانفراج اللي هو اللحظه فاش كيلقى البطل الحل او انه كيستسلم. ومن بعد كندوزو لوضعيه النهايه اللي كنشوفوا فيها كيفاش سالت القصه، اي انها تنتهي بنهايه سعيده او حزينه او كتبقى نهايه مفتوحه. وطبعا السر اللي كاين هنا هو انك تخرج هاد المراحل على شكل عوارض في ورقات الوساخ ورتبهم. والمصحح راه كيعشق التنظيم في الورقه ديالك، يعني الا خرجتي هاد المراحل على شكل عوارض في ورقه الوساخ المسوده اللي عندك، ومن بعد ركبهم في فقره متناسقه. وما تنساش
أنه كاين واحد السؤال اللي كيتكرر دائما في القصة، وهو استخراج خصائص الشخصية الرئيسية بما فيها البعد النفسي والاجتماعي. اسمعني مزيان، هذا السؤال رد منه البال. هذا قالب كيسوى الذهب. الكاتب عمره ما كيجيب شخصية عادية، ديما البطل راه كيمثل لنا واحد الفئة من المجتمع، بمعنى أن البعد الاجتماعي كتهضر فيه على الحالة المادية والمهنية ديال داك البطل، واش هو فقير، واش هو مهمش، واش هو عاطل، واش هو خدام في شي مهنة بسيطة، عايش في حي شعبي. أما بالنسبة للبعد النفسي فكتهضر على الداخل ديال البطل، واش هو حزين، محبط، خايف، كيحس بالضياع أو عنده آمال. والضربة القاضية في هذا الجواب هو أنك تربط ما بين البعد الاجتماعي والبعد النفسي. شنو غتقول المصحح؟ غتقول لي بأن البعد النفسي المتأزم ديال الشخصية اللي كيتشكل في الحزن والإحباط راه هو نتيجة حتمية للبعد الاجتماعي المتردي اللي كيشكل الفقر والتهميش. فملي المصحح كيقرا هذه الجمله راه كيعرفك ولدي تلميذ واعر وفاهم اللعبه وعارف كيفاش تخدم. اجي معايا دابا باش ندوزو للفضاء والحوار والرؤيه السرديه. هادو هما الديكور ديال القصه، يعني الفضاء راه فيه المكان والزمان، والحوار بما فيه حوار داخلي وخارجي، والرؤيه السرديه كذلك اللي غنتعرفوا عليها. بالنسبه للمكان غتشوف ولدي داخل القصه هذا المكان واش مكان مغلق بحال غرفه او سجن او مقهى صغير، واللي عنده دلاله هي انه كيدل على الخنقه والازمه النفسيه، ولا هذا المكان داخل القصه راه مكان مفتوح بحال الشارع او البحر او الحديقه، واللي كيدل لنا على الضياع والحريه. بالنسبه للزمان راه كاين عندنا زمان عام اللي هو الليل والنهار اللي كتدور فيهم القصه، وزمان نفسي بمعنى ان راه الوقت كيدوز ثقيل. علاش؟ لان البطل كيكون مقلق. وعندنا الحوار وهو اهم حاجه اللي عندنا فيه جوج ديال الحوايج. عندنا حوار خارجي اللي البطل كيهضر فيه مع مجموعه ديال الشخصيات داخل الروايه. الوظيفه ديال هذا الحوار الخارجي انه كيحرك لنا الاحداث وكيعطينا ايهام بواقعيه الاحداث التي تدور داخل القصه. وعندنا كذلك حوار داخلي اللي هو مونولوج، بمعنى ان البطل كيهضر غير مع راسو مع نفسه. والوظيفه ديال هذا الحوار الداخلي انه كيكشف لنا على المعاناه والصراع النفسي اللي كيعيشه البطل. وطبعا ولدي نوصيك ما تنساش الا كنتي كتجاوب على الحوار، القالب في هذا الحوار هو انك ما تخرجش ليهم الحوار وتسكت. فديما ذكر الوظيفه ديال الحوار، الا كان الحوار خارجي ذكر الوظيفه ديالو، كان داخلي ذكر الوظيفه ديالو، راه تما فين كاينه النقطه ديالك. وباش نكملوا ولدي الديكور ديال القصه ما يمكنش نساو واحد القالب مهم بزاف وكيتعطى دائما في الوطني، وهو الرؤيه السرديه او زاويه النظر. هذه راه ساهله ماهله. المصحح باغي يعرف السارد اللي كيعاود لينا القصه شحال ديال المعلومات عنده. عندنا جوج الانواع اللي كيتحطوا بزاف دائما. النوع الاول ديال هذه الرؤيه وهو الرؤيه من الخلف. هنا راه السريد كيبان لنا بحال شي كاميرا خفيه، كيعرف كل شيء، كيعرف الماضي ديال البطل والمستقبل ديالو، وكيعرف حتى شنو كيدور في الراس ديالو في الداخل. يعني راه السريد كيعرف اكثر من الشخصيه. وغالبا راه كنشوفوا السريد هنا كيستعمل ضمير الغائب. علاش؟ لان هذه رؤيه من الخلف. والنوع الثاني من هذه الرؤية وهو الرؤية مع أو الرؤية المصاحبة. هنا كنشوفوا السريد كيعرف غير داكشي اللي كتعرفو الشخصية بحالو بحال البطل، وكيكشف معنا الأحداث دقة دقة. وغالبا في هذه الحالة كنلقاو دائما أن السريد راه كيستعمل لنا ضمير المتكلم، بمعنى أنه مشارك في الأحداث. ونزيدك ولدي واحد المعلومة، القالب هنا والسر اللي غيضمن لك النقطة نهار الامتحان ملي تخرج نوع الرؤية، ما تنساش أنك تحدد الضمير اللي استعمل السريد، واش ضمير الغائب ولا ضمير المتكلم. علاش؟ حيت هذا هو الدليل القاطع اللي كيأكد الجواب ديالك وكيعطيك النقطة كاملة ومكمولة. وباش نأكد لك واحد المعلومة ولدي، خاصك تعرف أن هذا الفضاء اللي فيه الزمان والمكان ونزيدوا عليهم الحوار ونزيدوا عليهم الرؤية
السرديه هادو راه في الامتحان ما كيطلبوهمش منك كاملين، راه كيحطوا لك فيهم غير وحده، يا اما غيطلبوا منك المكان والزمان، يا اما يطلبوا منك الحوار، يا اما يطلبوا منك الرؤيه السرديه اولا البعد الاجتماعي والنفسي. اذا هادو راه اسئله كيجي فيهم غير واحد ولدي، فانتبه مزيان وانا عطيتك كيفاش تخدم عليهم، راه كلشي عندك، خاصك غير تسجل هاد المعلومات عندك باش تعرف كيفاش تجاوب. ودابا مني سالينا طريقه كيفاش كنجاوبوا على الاسئله وعرفنا الاسئله اللي كتحط وكيفاش كنجاوبوا عليها، غتبقى لينا الخاتمه او التركيب. هنا كدير ولدي خلاصه ديال داكشي اللي درتي الفوق كامل في 4 ديال الاسطر، ولكن القالب الخطير هنا اللي غادي تختم به هو انك تاكد الفرضيه وبيان مقصديه الكاتب. كيفاش غادي دير لهاد الخاتمه؟ غتقول ليه نعم سيدي، وبناء على ما سبق نتاكد من صحه الفرضيه ونستنتج ان الكاتب قد نجح بامتياز في تسليط الضوء على ظاهره الفقر او التهميش او الظلم، منتقدا هذا الواقع المرير عبر حبكه قصصيه متماسكه. وصافي انت ساليتي الخاتمه ديالك وسد الورقه ديالك وبصحتك النقطة مضمونة. إذا أنت شفتي يا ولدي هذا الشيء اللي قلت لك كامل دابا، هذا راه هو الخيط الرابط، هذا هو الدليل ديالك نهار الامتحان. بغيتك تحط الورقة قدامك وتنفس ليا مزيان وتفكر هاد الخطوات وحده وحده. الامتحان راه ساهل وانتم قادين عليها تبارك الله عليكم، بقى غير اسبوع كافي جدا جدا باش انك تقلب الطرح للصالح ديالك الا تبعتي معايا مزيان هذا الفيديو. فإلا عجبك ولدي هذا الفيديو وحسيتي براسك استفدتي معايا، بارطاجيه مع صحابك اللي تالف حتى هو، خلي لي دعوه ديال الخير زوينه في التعاليق، ونتشاوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. الله ينجحكم كاملين، راكم ابطال، والسلام عليكم. تحيات ادريس ابو رزق.